4 مقبلات ترافقوهم مع المشاوي نهار العيد. لازم ديروا حفظ للوصفة وتجربوهم. عندي كمية من الحار نرحيها، نديرها في كسرونة ونضيف عليها راس ثوم مع الملح والقزبر والزيت، نخليهم على نار قليلة حتى ينشف ويطيب. بعد ما طاب نضيف عليه كمية من الزيتون المقطع. المقبلة الثانية قليت حبة قرعة مع فلفل حلو، ندير عليهم 2 علب فخماج غيشيم، سنينة ثوم، عصير ليمون، ملح وكروية ونميكسي كلش. المقبلة الثالثة هي سلطة تركية، نقطع كامل الخضار اللي كنت شويتهم، نضيف عليهم ملح، طماطم، سماق، المعدنوس مجفف والزيت. واخر سلطه هي سلطه الخيار، ندير 2 علب فخوماج غيشيم، ملح، سنينه ثوم، عصير ليمون، معدنوس مجفف، ونضيف عليهم الخيار المقطع رقيق. وهكذا السلطات تاعنا واجدين. حضروهم ليله العيد واحتفظوا بهم في علب بلاستيكيه وقدموهم مع المشاوي. نتمنى تجربوهم وتبعثوا لي تطبيقاتكم. سلام. اليوم جيتكم ب3 انواع تاع مقبلات تقدروا تحطوهم في طاوله عيد الاضحى المبارك. بزاف ساهلين، فلفل وباذنجان، وراح تنوعي في الطاوله تاعك هذا العام ان شاء الله. خديت الفلفل الحلو ديالي، تحبوا تخلطوا بين حار وحلو هنايا كيما حبيتوا. انا درتو كامل حلو، غسلته ونظفته جيدا، حطيته في البلا، دخلته للفرن، شعلت له من الفوق فقط، وكل ما يتحمر من جهه نقلب له من الجهه الثانيه. الباذنجان شويته في الفرن فوق لا كويزينيير يعني عادي، ولا فوق الطابونه. هنايا الفلفل بعد ما طابلي نقيوه بهذه الطريقه، خليوه داخل ساشي كي يعرق ويبرد شويه، نقيوه بهذه الطريقه. بالنسبه للوصفه الاولى كنت ربيت 2 حبات طماطم، درت لهم الزيت، 2 فصوص ثوم، الملح، ودرتهم فوق النار. كي طابت لي هذيك لا طوماط قطعت لها الفلفل مكعبات صغار، رجعتهم فوق النار حتى دبل تماما. الوصفه الثانيه درت الزيت مع 2 فصوص ثوم، ربيتهم فوق هذيك الزيت، ودرت مباشره الفلفل الاحمر، درت له فلفل عكري احمر حار هكا باش يجيني شويه حار، وخليته يدبل فوق النار. من جهه واحده اخرى درت 2 حبات طماطم، 2 حبات فلفل، 2 حبات باذنجان، ملح، فلفل اسود وراس الحانوت، ودبلتهم كامل مع بعض. كي بقى لهم 5 دقائق باش نطفيه، درت له زيتون ايفيلي والمعدنوس، خلطهم مع بعض فوق النار حتى تبالوا وخداو الذوق تاع بعضهم، وتاكلوهم بالصحه والهنا. على بالي بلي جامي سيتوها. جبت لكم سلطه الزيتون اللي حديروها في عيد الاضحى ان شاء الله، ترافقوها مع اطباقكم وحتى مع الشوا، وزيد تقدروا تخبوها لمده طويله. هاد السلطه خبوها في عينيكم. هنا كنت شريت الزيتون الاخضر، كنت تشوفوا غسلته مليح بالماء سخون ورحيته. هنا حبيت نقول لكم انواع الزيتون اللي كان عندكم ديروه. ضفت حبات على البصل تكون مقطعه رقيق، عندي سكرفشت هنا الزروديه، طوماط سيريس، تقدروا ديروا طوماط عادي. هنا درت لي كورنيشو والحار هذاك المرقد كنت غسلته وقطعت، ونضيف شويه تاع المعدنوس وشويه تاع النعناع اللي يحط لنا انتعاش في هذه الوصفه. عندي نص كاس زيت الزيتون، نضيفوا الخل نص فنجان هكذاك، ونعصروا حبيبه تاع القارص. هنايا عندي تابل خاص بالسلطه، عندي اعشاب عطريه، تقدروا تزيدوا نتوما شويه فلفل الكحل، يعني توابل اللي كانوا عندكم ديروهم. شوفوا البنه في هذه الوصفه ديروا نص مغرفه تاع الهريسه وشويه لا موطرد، ما تكثروش بزاف. خلطت السلطه تاعي وراهي ليك واجده. وشنو تخلط هنا؟ خلطوا مليح الماكسيموم. الا حبيتوا نزيد نشارك معكم وصفات كيما هذوما، خلوا لي كامل في التعليقات. الى الملتقى ان شاء الله. سلام. السلام عليكم الاحباب، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير عليكم. طولت عليكم الغيبه، سامحوني. تحيه كبيره من عند خوكم داح مانوس. الفيديو تاع اليوم راح يكون خاص، اول فيديو بمناسبه العيد الاضحى المبارك، ان شاء الله ربي يلحقوا علينا بالخير. ولهنا درت لكم اروع واشهى راح نديروا المتبل بالباذنجان، سلطه مشويه بالفلفل والطماطم، عندنا سلطه خضر فينيغرات ماشي حاجه. الناس اللي تحب الحميص، حميص اكسبرس يوجد في 10 دقائق غير بالحار بنه ماشي. استعملت غير 2 حبات باش ندير لكم الوصفه. والوصفه الثانيه اللي راح تكون شليطه حلوه طيبه في الفرن. عندنا 4 حبات تاع فلفلات، حبه طوماطيش، و2 فصوص تاع الثوم. الشليطه تاعنا نحطها في الفرن، نشعلوا عليها من الفوق من تحت، نخلوا الفلفل تاعنا حتى ياخذ احمرار ويطيب ابيض. بالنسبه للباذنجان تاعنا راح نشويه فوق الشوايه. انا الفرن تاعنا تاع الغاز نحطوا شبكه ونشوه من الجهتين حتى يطيب كامل. تعرفوا الطريقه كيفاش. الميس تاعنا اللي راح يكون اكسبرس غير بالحار وفقط، نضيفوا له حبيبه تاع طوماطيش، 2 فصوص تاع الثوم. الحار تاعنا توجور نقسموه نقيوه نغسلوه بيان، نحلو الزريعه الدخلانيه. واش راح نديروا الحباب؟ راح نجيبوا القشوار تاعنا هكذا ونبداو نرحيو في الحار هذاك تاعنا. كميه تاع الملح تكون لاباس بها باش الحميص تاعنا يخرج لنا بنين. نزيدو هكذا كميه تاع الملح، رشه خفيفه تاع فلفل الكحل، هذاك الثوم يعني حطيته مع الحبه تاع الطوماطيش تميكسو. نزيدو شويه تاع زيت الزيتون هكذا لحظه. واش راح نديرو؟ تحريكه خفيفه ظريفه
نحطه فوق النار ونخلوه يطيب حتى ننشف كامل هذاك الماء تاع الطوماطيش ونحضروا فينيغرات خفيف ظريف. نحطوا شويه تاع زيت، راه شويه معدنوس، ملعقه صغيره تاع المطاط وشويه تاع الملح. نضيفوا لهم حوالي 3 ملاعق كبار تاع الخل كما راكم تشوفوا هنا الاحباب. تحريكه هكذا خفيفه ظريفه. في الاخير راح نضيف لها زيت الزيتون هكذا الاحباب. زيت الزيتون يعطينا توجور بنه ما شاء الله اللي صالات تاعنا. قلنا بنخلو زيت الزيتون ونحطوا لهم كامل الصلصه هنا هكذا. التحريكه خفيفه ظريفه. والسلطه تاعنا راها واش الدجاج تاعنا يعني تشوى ما شاء الله حتى يولي طري. دوكا نجيو نقيوه خفيف ظريف طريقه سهله. ما هنا نحطوا الحبه هنا نقسموها هنا على زوج، يعني نخلوه يطيب بيان. من بعد راح نقسموه هكذا الحبه تاعنا على زوج. شوفوا القلب تاعو كيفاش يكون ما شاء الله. دوكا راح نجيبوه هنا الغراف تاعنا ونبداو نحولوا كامل هذاك الدخلاني، يعني عندما يكون طايب راح يتنحى بكل سهوله. حاجه راح نديروا له رشه خفيفه تاع فلفل كحل، نديروا له كميه تاع الملح كيما راكم تشوفوا هكذا باش يعطينا بنه ما شاء الله. بالنسبه للطحينه في المطاعم يديروا له اللي متوفر عنده يدير ملعقه كبيره، اللي ماشي متوفر عنده عادي. نديروا هنا عصره هكذا تاع القارص كيما راكم تشوفوا. ومن بعد راح نضيفوا له زوج علب تاع الجبن الطبيعي كيما راكم تشوفوا فرماج ريجيم ونخلطوا مليح الاحباب. الله نحطوا هكذا الكميه كيما راكم تشوفوا. تخدموا كل شيء في علب يجيكم ما شاء الله. بعد ما طاب الحميص تاعنا يعني نشفوه كامل من هذاك الماء تاع الطوماطيش والحرش فاش راهو ما شاء الله. نزيدوا له رشه تاع زيت الزيتون هكذا باش كي تاكلوه ما يحرقكمش بزاف، يعني راح يعطي لكم بنه ما شاء الله. نخلطوه في الظريف تخلوه يبرد، من بعد راح تحطوه في العلبه كباقي المكونات هكذا باش الخدمه تاعنا تجيكم متحوفه وما شاء الله. الفلفل تاعنا بعد ما طاب قلنا في الفور من التحت ومن الفوق، من بعد تطفيو الفور وتخلوه داخل ربع ساعه 15 دقيقه، يعني يدبال تماما. عندما تحكموا الحبات تاعكم هذوك القشور راح يتنحاو. شوفوا الحباب بكل سهوله، يعني طريقه ما شاء الله. قدروا باش تجيكم هذيك الشليطه ما شاء الله هكذا الحباب. من بعد راح نقلبوا الطابله تاعنا ونقطعوها رقيق. كميه تاع الملح كيما راكم تشوفوا الحباب، رشه تاع فلفل الكحل هكذا خفيفه ظريفه، ونحط لهم كميه تاع زيت الزيتون هكذا الحباب. شويه هنا شويه. واش راح نديرو؟ نخلطوا المكونات تاعنا بعد ما زيناه. شوفوا ما شاء الله بالبابا غنوج، يعني السلطه المشويه ولا الشليطه تاعنا زواتا وسلطه الخضر بسم الله ما شاء الله. هذا هو الصحن تاعنا اللي نحطوه وسط المائده. وما نساوش ثاني الحميص اكسبريس. شوفوا فاش حطيناه بسم الله ما شاء الله يجيكم بنين، وطريقه سهله ومهله للتحضير. هادو كامل المقبلات تجوزوهم ولا تحضروهم قبل العيد. سلطه تاعنا ما شاء الله، الحميص كل حاجه واجده ان شاء الله. دوكا واش راح نديرو؟ نجيبو الغطاء تاع العلب هكذا كيما راكم تشوفوا الاحباب، يعني خلوهم يبردوا تماما باش الخدمه تاعنا تكون متحوفه ان شاء الله. نزيدو هنا الشريطه، ولا ما نساو المتبل تاعنا بنتو ما شاء الله. نتوما اللي تجربوه وتخلوا لي ارائكم في التعليقات ان شاء الله. نزيدو نخبوه هذوك الزوات تاعنا هكذا الحباب. والعلب تاعنا هنا راهم واجدين، قلنا تخلوهم يبردوا من بعد تخبوهم. هذه هي التشكيله تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم وكانت خفيفه ظريفه عليكم. تحطوها في وسط الطابله وبصحتكم. خوكم دحمانوس ما بقى يقول لكم غير بقوا على خير وتهلاو في روحتكم.